دخلت بيته وأنا قلبي مليان أمل. قال لي بصوت هادي: ما تخافيش، أنا هنا عشانك. ضحكت، صدقته، كنت شايفة فيه الحماية اللي كنت بدور عليها. في البداية كان بيطبطب عليا، يمسك إيدي كده بهدوء، يربط على شعري، يحسسني إني أهم حد في الدنيا. لكن بعد كام يوم بدأ يجيب صحابه دول اللي كنت فاكرة إنهم أهله. قال لي: دول إخواتي، ما تقلقيش عليهم. لكن الحقيقة كانت صدمة. كانوا بيجوا بيتنا، يناموا معايا في نفس الأوضة، وبيسحبوا فلوسه مني وهو مغمض عينيه متعاون معاهم، وأنا اللي بقيت العاهرة اللي بتتشارك. مرة حاولت أوقف، قلتله بصوت مليان غضب: كفاية، ياريت تبطل كده. لكن الرد كان وحش. اتضربت، اتزعلت، وقررت أمشي. قلتله: أنا رايحة، مش هرجع. ضحك في وشي وقال: براحتك، مفيش رجعة. نزلت الشارع خايفة ومكسورة. كنت فاكرة إن الناس هتحميني، بس أول نظرة ليهم كانت جرح. الكلام كان قاسي، والعيون بتقول: دي مش قصتنا. أول ليلة نمتها تحت الكوبري، برد، خوف وجوع بيقتلني. كنت شايفة كلاب الشارع بتلف حواليا، كأنها عارفة إني ضعيفة مستنياني. كل كلمة كانوا بيقولوها، كل صوت في الشارع كان بيزرع الخوف في قلبي أكتر من اللي حصل لي في البيت. يا ريتني ما نزلت الشارع، يا ريتني ما غبت عن البيت. كنت فاكرة إن الدنيا هتكون رحيمة، لكن طلعت أقصى من كل حاجة.